يا مساء الورد، يا مساء السعادة لقلوبكم الجميلة. عاملين ايه حبايب قلبي؟ صبوحة، يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا كده بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. زي ما انتوا كده سامعين صوتي تعبانة جدا وقايمة من الصبح وحاسة لحد بعد العصر ما كنتش عملت أي حاجة في البيت. فطرت الأولاد الصبح وراحوا الحضانة وابني راح الامتحان، ربنا معاهم كلهم يا رب. وما عملتش أي حاجة مفيدة على مدار اليوم. التعب مأثر عليا جدا، فبدأت معاكم اليوم من ساعة العصر اللي هو روتين ساعة العصاري كده. قلت بقى أعمل سندوتشات بطاطس مسلوقة كده للأولاد سريعة، لأن كان المفروض إن أنا قربت أحضر الغدا ومن الصبح ما كنتش فطرت، مش قادرة أفطر، فقلت كده أعمل كوباية شاي بلبن واستعد بقى وأقوم أشوف ورايا إيه، وبلاش كسل وبلاش التعب يأثر عليا. فيلا بينا بقى نتشجع مع بعض ونبدأ الفيديو بتاعنا. قمت وشربت كوباية الشاي بتاعتي وعملت سندوتشات بطاطس مهروسة كده للأولاد سريعا. طلعت بره كده في الصالة، فتحت القرآن وبدأت بقى أفتح الشباك وهوي الدنيا، وقلت أشوف بقى الدنيا فيها إيه. كنت حاطة دورة غسيل، يعني ألوان، وقلت بقى أنشرها معاكم. وكالعادة أنا عندي غسيل منشور، الغسيل اللي ما بيخلصش عندي أبدا أبدا. والله العظيم انا نفسي اعرف السبب، هو انا بس ولا انتوا كمان؟ انا عندي الغسيل ده يوميا. وهتشوفيه معايا في الروتينات كتير جدا، لان انا فعلا الغسيل عندي موجود بشكل كبير قوي قوي قوي. بص انا هنا لميت الغسيل شوية ولقيت نفسي هطول، قفلت الكاميرا. جبت باقي الغسيل من على المنشر زي ما انتوا شفتوا كده قد ايه. وبعدين قلت انشر معاكم الغسيل. في غسيل كمان هيتحط، يعني هو يوميا بشيل غسيل، بجمعه احطه في الغسالة. غسيل منشور على الحبل، غسيل هيتنشر، هو الغسيل منتشر في كل مكان. مش قادرة بجد، صوتي تعبان، عايزة دعوة بقى حلوة منكم، لاني فعلا واخدة دور رخيم قوي قوي. ربنا يعيننا عليه. نخلي الكحة يعني مأثرة على الكحة عندي يا جماعة، أنا ماسكة نفسي بالعافية، مأثرة عليا جدا جدا. مش قادرة أتنفس، مأثرة على زوري وعلى صدري ومنطقة التنفس دي كلها. الجيوب الأنفية التهبت، كل حاجة ملتهبة، بجد دور صعب. دور البرد يا جماعة من الحاجة اللي فعلا بتأثر عليا جامد. بص أنا نشرت شوية غسيل، وبعدين لقيت برضو نفسي هطول عقبال ما أخلص النشير كله، فقفلت معاكم الكاميرا وكملت باقي نشر الغسيل، وبوريكم هنا إن أنا نشرت الغسيل كله. فكده لميت الغسيل ده، وكمان نشرت الغسيل اللي كان موجود معايا. انا بجيب هنا بلم الستارة على الجنب هنا على ايدي اليمين، عشان اسيب الجزء الشمال ده يهوي، فاتحة الشباك شوية يهوي الصالة. مش عايزة افتح الشباك كامل زي ما قلت لكم قبل كده، عندي السلك مقطوع، لما اغيره افتح الشباك كامل، بخاف اي حشرة او فار او اي حاجة يخش لي من الشباك، لان انا اخر دور من السطح على عندي على طول، فدايما بقلق يعني ان في اي حاجة تخش لي. بس لازم افتح شوية كده، جزء كده يدخل هوا ويغير الهوا في الشقة. وبعدين انا بفتح باقي الشبابيك كلها بتاعة البيت، يعني هنا لو فاتحة حتة صغيرة او قافلة بفتح باقي شبابيك البيت. قلت بقى اطبق معاكم الغسيل ده. غسيل ولادي كلهم، غسيل البنات الصغيرة وغسيل ابني الوسطاني. والدفاية دي اللي انا بحبها، انا بحب الدفاية دي وبحب لونها، ولما بتتفرش على السرير روعة بجد، شكلها بيبقى حلو قوي. قفلت معاكم الكاميرا، انا حاسه ان انا الغسيل كان واخد مني وقت كتير جدا. رحت شلت الغسيل في الدولاب، وشلت معاكم هنا الدفاية واللحاف اللي هو الصغير بتاع الاطفال ده، وقفلت معاكم الشباك. بصوا في هوا داخل ازاي، سايبه الستارة يعني سايبه الجزء مفتوح يدخل هوا. ووريكم كده الصالة شكلها مترتب وزي الفل. دخلت هنا بقى على المطبخ تاني، عملت كوباية نعناع. انا ما كنتش قادرة اتنفس حرفيا وتعبانة جدا، دورت على ينسون اعمله ما لقيتش. الجنزبيل لقيته خلص، الحاجات دي بيقولوا حلوة بس لقيتها خلصت، فلقيت بقى اللي موجود معايا نعناع، مش عارفة هيفيدني ولا لا. فعملت كوباية نعناع
قلت حاجة دافية وممكن ان هي تعمل معايا مفعول شوية. كنت بوريكم هنا الحلة اللي على النار دي مية. بنتي لقيتها هتاكل اندومي، الاندومي اللي ورانا اللي بيقولوا عليه غلط. حاولت اقول لها بلاش، لكن لقيتها مصممة ونفسها رايحة لي. بقول لكم بصوا الاندومي، وهنا كوباية النعناع. قلت بقى اشرب معاكم بقى. بقالي كتير ما قعدتش اشرب معاكم اي مشروب، فقلت اشرب معاكم النهارده بقى ايه كوباية النعناع بتاعتي دي. حرفيا ما كنتش قادرة وما زلت. بوريكم بقى الاندومي اللي بنتي عملته واخترعته، في كمية مية رهيبة. بقيت اقول لها ايه المية دي كلها؟ يعني انتي عاملة الاندومي عبارة عن مية؟ لا، وكمان المية كتير حطها في المج اللي انتوا شفتوه ده او الكوباية الكبيرة، ومش حاطة التوابل لسه هتحطها وهي بتاكل، مش عارفة ازاي. المهم ان انا رتبت الشقة ترتيب سريع لان الوقت كان اتأخر، ولميت الغسيل ونشرت وطبقت ورتبت الدنيا معاكم. وقلت بقى عايزة اقول لكم ان احنا كده كان خلاص المغرب أذنت، واحنا يعني المغرب أذن واحنا خلاص الليل ليل. وبرضو قلت مش هينفع اليوم يعدي من غير ما اطبخ للأولاد او اعمل لهم اكل. فنزلت رحت يعني جبت، دخلت عند بتاع الفراخ وسألت على الأسعار. لقيت الفراخ النهاردة غالية جدا جدا، فقلت والله أنا جايبة جناحة. جناحة. أنا كنت أصلا محتاجة حبة شوربة بس، فقلت بقى مش يعني مش هطبخ بقى طبخة كبيرة ومش هشتري فراخ، أنا هجيب الجناحة. نقيت كام جناح كده حلوين لأن احنا كنا في آخر اليوم. نقيت كام واحد حلو ووزنتهم وقلت خلاص بقى كفاية جناحة النهاردة. وايه تاني بقى، دخلت على السوق. بصوا الليل مليل ازاي والإضاءة ضعيفة، احنا كنا بجد حرفيا احنا بالليل. ونزلت السوق لقيت الحمد لله بالعكس الحاجة نازلة طازة، والعربيات بتنزل خضار طازة وجديد. ولقيت بتاعة الخضار مقورة بتنجان وكوسة وكده طازة. يعني انا لاقياها قاعدة بتقور، وده اول كيس عملته من الكوسة واول كيس عملته من البتنجان. كان في كيس اسود، قلت لها لا انا عايزه كيس ابيض، فهي كانت بتقور الكيس اللي في ايدي ده كان اخر بتنجانية فيه، قفلته واديتهولي لسه طازه. فجبت كيلو بتنجان متقور و كيلو كوسه، وجبت ربع فلفل لان انا كان عندي حبه رز بتاع محشي. فانا قلت لهم الاكل النهارده هيكون محشي كوسه وفلفل وبتنجان، وهسلق معاكم الجناحة عشان انا عايزة شوية شوربة عشان اسقي بيها المحشي، واللسان عصفور. فعملت لهم لسان عصفور وجناحة في الفرن ومحشي. الجناحة زي ما انتوا شفتوا حطيتها على النار مع بصلاية وقطاية وفلفل اسمر، وده كان اللسان عصفور بعد ما استوى. وده كان اكلنا النهاردة، وده المحشي برضو الشكل النهائي. فيا رب روتين النهاردة كان خفيف وسريع عليكم. اول مرة اعمل معاكم روتين بالنهار او ساعة العصاري. ده كان الروتين بتاع النهاردة، وده كان الاكل الشكل النهائي. عملت لهم لسان عصفور ومحشي وجناحة. الجناحة يا جماعة نسيتها سيكة كده في الفرن، لونها غمق واسودت مني شوية، بس عايزة اقول لكم كان طعمها تحفة وزي المشوية بالظبط، والاولاد قالوا لي حلوة جدا. فده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم وشكرا لكم.